ازاي تنور لمبه من غير كهرباء؟ الموضوع سهل وبسيط. انت هتطلع مخك من دماغك، بس خلي بالك احنا عاوزينه سليم. بعدها هتوصل سلكتين ليه وتوصلهم للمبه وهتنور. هتضطر بس تعيش بقية حياتك كزومبي ده لو عشت اصلا، بس المهم اللمبه نورت. يعني الموضوع ما طلعش بسيط قوي زي كنت متخيل. بس كنت تعرف ان دماغك بتطلع كهرباء بجد؟ المخ البشري بينتج اشارات كهربائيه طول الوقت. الاشارات دي مسؤوله عن كل حاجه بتحصل جوه جسمك، من اول حركه العضلات لحد انك تحس بالالم والفرح. الاشارات دي قوتها صغيره جدا، بتتكلم عن ملي فولتات بسيطه. يعني مش هتنور لمبه بيتك، بس فعليا هي مصدر كهرباء. مش هتصدق الكهرباء دي بتتعمل ازاي. ببساطه المخ فيه خلايا عصبيه كتير جدا، كل خليه منهم في جواها حاجه اسمها الكترولايتس. اشهرهم الصوديوم والبوتاسيوم. كل واحد منهم بيبقى ليه شحنه معينه، سواء سالب او موجب. الخليه لما تحب تبعت اشاره لخليه جنبها عشان تعمل اي حاجه، بتبدا تفتح ممرات تخلي توزيع الالكترولايتس ده يتغير. وبسبب التغيير ده بيبدا يطلع شحنه كهربائيه. وبالمناسبة العلماء بيستخدموا الإشارات دي في حاجات مذهلة، زي الأطراف الصناعية اللي بتتحرك بإشارة المخ وأجهزة قراءة الأفكار الأولية. يعني ممكن تقول إن جوه دماغك في بطارية، بس مش بتنور لمبة، هي بتتحكم في حياتك كلها. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب.